السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي، عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحد بعت لي بيقول ان هو كان بيحب جارته في البيت اللي في وشه، وما حصلش نصيب وما اتجوزتش، وهو ما اتجوزوش، يعني حصل مشاكل وكده، وهي اتجوزت وهو اتجوز. فبيقول كل ما فانا اتجوزت في نفس البيت اللي انا قاعد فيه، وهي بيت اهلها اللي في وشي، فكل ما تيجي عند ابوها انا افتكر حبي القديم ومش قادرة انسى، لحد ما عرفت اتواصل معاها على الفيس. فالمهم اتواصلت معاها قعدنا نتعاتب، انتي عملتي كذا، انتي سويتي كذا، علشان على اساس ايه؟ ان احنا ايه، ما عرفناش نتجوز. وهي عماله تقولي لا عيالي، وبتشكر في جوزها، وانا عارف ان هي كدابه، وانا مراتي كويسه وعندي عيال، بس مش قادر انساها. وكل ما بشوفها كتير عند ابوها، بتعلق بيها اكتر، وخايف ومراتي حد قال لها ان انا كنت هتجوزها. فطبعا مراتي كل ما بتشوفها بتعمل مشكله معايا، وبتحصل مشكله كبيره. فانا مش عايز اعمل مشاكل واخسر بيتي واخسر عيله. وهي بتقول نفس الكلام، بس كل شويه بكلمها في التليفون. فانا مش عارف اعمل ايه. هو ايه اللي انت مش عارف تعمل ايه؟ ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ يعني انت كل ما تشوفها تفتكر صحيح انت خلاص صفحه واتقفلت وخلاص وما حصلش نصيب، وبتقول مراتك كويسه وعندك عيال وخايف على مراتك وخايف على بيتك. يبقى ايه لازمته الكلام والنكش بقى؟ وهي غلطانه رخره، بتكلمك ليه وبتاخد تدي معاك في الكلام ليه؟ ما خلاص موضوع وانتهى وخلصنا. ايه لازمة الكلام؟ ومراتك عندها حق، لو عرفت هتخرب بيتك وهتخرب الدنيا، ومش هتسكت، وهتروح تعمل مشاكل عند اهلها. وغير انها تروح تقول لابوها، ابو اللي انت بتحبها دي، وهيحصل مشاكل وهتطلع سمعة عليها، وبيتكم انتوا الاتنين هتخرب. ان كان جوزها لو سمع كده مش هيسكت، وانت نفس الكلام مراتك مش هتسكت. يبقى ايه لازمته الكلام بقى في التليفون؟ يبقى انهي الحوار، صفحة واتقفلت منك، وانت بتقول عايز تحافظ على بيتك وعيالك ومراتك، وهي نفس الكلام. يبقى ايه لازمته الكلام؟ ملوش لازمه. ولا الكلام في التليفون وخلاص، ما حصلش نصيب وخلصنا. وعيش بقى انت مع عيالك ومراتك، وهي تعيش مع مرات جوزها وعيالها. لكن اللي انت بتعمله ده غلط وما ينفعش. انتوا كده بتعلقوا بعض بالزياده. لكن ملوش لازمه ان انت تتكلم في التليفون وتعاتبوا بعض، وقال ايه ما بقولهاش غير ازيك وعامله ايه وخلاص. ملوش لازمه. ما انت بتتعلق بيها بالزياده، بتقول هي بتيجي عند ابوها كتير، وكل ما تشوفها بتجدد حبها في قلبك. ده ما ينفعش. اللي انت بتعمله ده ما ينفعش. انت كده بتعلق نفسك بالزياده، وفي نفس الوقت بتقول مراتك بتعمل مشاكل. انت عايز ايه؟ انت فرحان بالمشاكل؟ ماشي، ربنا بيسترها معاك وبيعديها، لكن بعد كده مش هيعديها. فانت اقفل الباب ده، ولا الكلام في التليفون ولا الكلام في التليفون ولا اي حاجه يا عم.